السلام عليكم مواطنين، شلونكم؟ شرفكم. شوفوا لي مو عبالك بالخارج. شوفوا الاجواء، عبالك بامريكا. اي راح اكتب على عنوان الفيديو عباس الركابي. شوف كم واحد راح يفوتون يشوفونه، يموتون على التوافه، والله يموتون على التوافه. يا عباس الركابي طلع بنية، والنوبة ما اعرف وين كان ضامن، طلع هسه. تفهمون قصدي وين كان ضامن؟ بس اكيد هو هذا رقية الركابي امها شغلتها عادية، لهذا السبب البنية هيجي. يعني البنية طلعتها من ماعونها. جماعة المحتوى التافه ساكتين، ما اعرف شو السالفة. يجوز واحد حجي لو راس كبير ملتزم الماما اكيد، فلهذا السبب داعمينها. والله ما اعرف العراق وين يوصل، ما اعرف العراق وين راح يوصل. يعني وضع حيل تعبان. يعني انا متعجب رب العالمين يتأخر علينا يرمينا بحجارة من سجيل. احنا بالعراق المفروض من زمان، من قبل كم سنة ننضرب في حجارة من سجيل، لان كلش الشعب كفر والله. اللي متواطئ واللي شيطان اخرس. يعني بيا زمن الشواذ بالعراق عادي يعني، ويحترمونهم. يعني هي كانت بنية لزبيان، وهسه النوب صارت شاذة، يعني صارت بنية عادية. ويجي يقول لك طفلة، وينك طفلة؟ طفلة سايبة الشباب ليل ونهار، وحكومتنا الرشيدة ساكتة، لا اكو رقابة. يعني هسه هاي لو بغير بلد مثلا، هاي يعني يسمونها تينجر، يعني تحت السن، المفروض يعاقبون امها. شلون مسيبتها هيك؟ ليش؟ يا الله ما اعرف، الله يكون بعونكم. بس انا متوقع انه الحجارة من سجل جاية عن قريب، لان كلش طلعت من ماعونها بالعراق. الله يكون بعونكم. يجوز ينخسف في الارض بالعراق، الله اعلم. شوف هاي الناس شلون عايشين، عالم تخاف الله. يجيك واحد يقول لك كفار، لا عمي، لا كفار ولا بطيخ ولا عتم شواذ. احنا انترست شواذ. اي وإيناس وعبود سكيبه وهالتافه. قبل كانوا الاوروبيين يجون يتعلمون الطب بالشرق الاوسط، هسه يجون يتعلمون تفاهة عندنا. وين ماكو تافه موجود بالعراق. والله بل واحد ينقهر بشرفي، ولا انا شعلي، انا عايش والحمد لله. هاي هنا بامريكا وخير من الله. بس انتم طوروا نفسكم عمي، راكضين ورا التوافه. ايش بيكم والفاسدين؟ يلا سلام للاشراف بالعراق، باي باي.